قبل ما ابدا الفيلم حابب اقول لك وحشتني يا صديقي، وبما انكم وثقتوا فيا وطلبتوا فيلم على ذوقي فوعد مني هتشوف حاجه عالميه. كل اللي عليك تصبر في البدايه علشان تستمتع بالفيلم، والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم. وبيبدا الفيلم بجيني بيكون معاه المدام والاولاد وبيكونوا عايشين في قلب البحر. الواد بيقول له شايف يا بابا اهي دي المراكب اللي يتعاش فيها، مش انت معايشنا في علبه سجاير كيلوباترا؟ بيقول له ما هو انتوا لو تعرفوا انا كنت محبوس فين قبل ما اخلفكم ما كنتوش هتشوفوا المركبه دي صغيره. عارفين انا خرجت ازاي من السجن ده؟ خليني احكي لكم القصه من البدايه. وبيبدا يحكي لهم القصه اللي بيكون بطلها علاء الدين. بتكون عضلاته ضعيفه ولكن دماغه ذريه، ذكاؤه كفيل يدمر جيش بحاله، عليه ايد تتلف في حرير، ممكن يسلم عليك ويسرق صوابع ايدك من غير ما تحس يا صديقي، ولكن بيسرق اللي يكفيه اكل وشرب هو واطفال الشوارع. وده بقى ابوه القرد بتاعه وتلميذه في السرقه، وده السلطان حاكم المدينه، وده نمر الاميره ياسمين، ودي الاميره ياسمين اسم على مسمى يا صديقي، وده بغبغان جعفر، وده الساحر جعفر دماغه ذريه في الشر، وكل حلمه يخش الكهف ده علشان ياخد منه مصباح سحري، ولكن حارس الكهف رافض دخول اي شخص الا لو كان شخص قلبه طيب ونضيف. بيجيب كذا شخص يدخلهم ولكن في كل مره حارس الكهف بيقتلهم. في الوقت ده علاء الدين بيكون بيقلب عيشه وبيسرق، فبتجيله البنت دي تقول له ازيك يا علاء وازاي امك؟ بيقول لها بتسلم عليك الله يرحمها، وهي بتتكلم معاه بتيجي صاحبتها وبتسرقه، فبيمسك ايديها بيقول لها عيب ده انا صايع والصياعه ادب، حرامي على حرامي ما يرولش، هو بياخد منها الحاجه. بعدها بيروح يبدل اللي سرقه بكيس اكل، بياكل نص الكيس وبيدي النص التاني لاطفال الشوارع. في الوقت ده الاميره ياسمين بتنزل وسط الشعب متخفيه، بتلاقي الاطفال دول باصين للعيش ولكن مش قادرين يلمسوه، فبتديهم كل واحد رغيف وبتمشيه. عم جمال صاحب الفرش بيقول لها انت بتسرقينا يا ست انت؟ هاتي حق العيش اللي خدتيه ده. بتقول له انا مش معايا فلوس. بيقول لها خلاص هاتي الاسوره اللي انت لابساها دي، فبترفض تديها له. بيكون خلاص هيتهجم عليها ولكن الواد علاء بيجي جري عليهم، بيقول له استنى بس يا عم جمال، بيقول له ما تتدخلش يا حرام الشوارع انت. بيقول له عيب عليك ده انا حبيبك علاء ابو قلب حراق. بقول لك ايه انت معاكي فلوس؟ بتقول له لا مش معايا. بيقول لها طيب خليكي واثقه فيا وهاتي الاسوره. بتقول له لا ده مستحيل، ولكن بيكون خدها من ايديها من غير ما تحس. بيقول له خد يا عم جمال ولا تزعل نفسك يا سيد الناس، هو بيسيبه ويمشي. ياسمين بتقول له انت اتجننت؟ الاسوره دي غاليه عليا جدا. بيقول لها قصدك الاسوره دي؟ بتفرح قوي وبتقول له انت ازاي خدتها تاني؟ في الوقت ده عم جمال بيدور على الاسوره في جيبه بيلاقيها اختفت، فبيعرف ان علاء الدين اللي سرقها. بياخد رجالته وبيروح جري وراهم، بيقول لي ياسمين خلي بوه معاكي وهو هيوصلك للطريق المناسب. بتروح في ناحيه وهو بيروح في ناحيه، هو بيبدا يشقلط فيهم واحد ورا التاني، بيفضلوا هما الاثنين يتنططوا يمين وشمال وبيطلعوا فوق البيوت لحد ما بيزنقوهم على السطح ده، ولكن علاء بينط الناحيه التانيه وياسمين بتقول له لا انا مش هقدر انط. بيقول لها بصي ركزي كويس وصدقيني هتقدري تعمليها. بتسمع الكلام وفي اللحظه الاخيره بتنط الناحيه التانيه، بتيجي على حجره وتدحرج ويجري. يا رمان غني معايا والنبي يا صديقي. بتقول له لا سوري ما كانش قصدي عليك بالشكل ده. بيقول لها ولا يهمك انا وحجري تحت امرك في اي وقت. بعدها بياخدها في الشارع الضيق ده، بتقول له انت واخدني على فين؟ بيقول لها على بيت المتواضع، وبياخدها على البرج اللي عايش فيه. بيفتح الحاجات يمين وشمال وبمجرد ما بتطلع فوق بتبص على المدينه، ما بتكونش مصدقه جمال المدينه من فوق. هو بتقول له بيتك جميل جدا، انت اسمك علاء الدين صح؟ بيقول لها بالظبط يا. بتقول له داليا. بتقول له اه صح انا نسيت اشكرك على كل اللي عملته معايا، خرجتني من كذا مشكله النهارده. بيقول لها هو انت خدامه الاميره؟ بتقول له اه بالظبط كده. بيقول لها اتفرجي على المدينه هي المدينه جميله جدا. بيقول الاميره تخرج، الشعب بقاله سنين ما شافهاش. بتقول له ممنوع تخرج من القصر. بيقول لها بس الظاهر انها كويسه لان الشعب كله بيحبها. تقول له حبيبي يا معلم هو الجيتار ده بتاعك؟ بيقول لها ما عنديش غيره، امي علمتني عليه قبل ما تموت. بتقول له ابوك فين؟ بيقول لها هما الاتنين ماتوا وانا صغير وسابوني وحيد الدنيا تنهش في لحمي، ربنا رزقني بالقرد ده، عايشين حياتنا يوم بيوم وبنسرق علشان ناكل وننام. كل يوم بقول بكره تحلى ولكن اللي بنام فيه بصحى فيه، مفيش اي تطوير في حياتي. اوقات كتير بحس اني. بتقول له وحيد حاجات كتير في نفسك عايز تحققها ومش عارف. بيقول لها بالظبط كده. بتقول له نفس الاحساس. في الوقت ده بتشوف سفينه في الميه بترتبك. بيقول لها ما تخافيش ده عريس جاي للاميره. بتقول له انا لازم امشي حالا علشان اجهز الاميره تقابل العريس، معلش هات الصور بتاعي. بيقول لها خدي اهو استني كده لكن ما بيلاقيهوش. بتنصدم فيه وبتقول له على فكره الصور ده بتاع ماما انا ارتحت لك وما كنتش متخيله انك تسرقني. بيقول لها استني ما تفهمنيش غلط، ولكن بتسيبه وتمشي. بيروح البيت وبيكون في منتهى الحزن، ولكن مره واحده ابوه بيديله الصور. بيقول له ابوه ليه سرقت الصور منها؟ في اشخاص ينفع نسرقهم واشخاص ما ينفعش نسرقهم. بعدها ياسمين بتقابل العريس اللي متقدم لها ولكن بترفضه لانه بيكون عيل خبره. فجاه
فجعفر بيقول للسلطان بنتك هتفضل ترفض كل عريس يتقدم لها بالشكل ده، مش هنعرف نعمل تحالف مع ناس تانية علشان نحتل شير اباد. انا عارف انها بلاد مراتك ولكن ده ملهوش دعوه بده. بيقول له جعفر الزم حدودك معايا. بيقول له اسف سموه، هو بيسلط عليه العصا السحريه اللي في ايده هو بيسحر له. بيقول له عندك حق يا جعفر، احنا لازم نحتل شير اباد. فبتخش عليهم ياسمين وبتقول له جعفر انت اتجننت، احنا مستحيل نحتل شير اباد. ابوها بيقول لها جعفر عنده حق، انت لازم تتجوزي علشان تمسك السلطه من بعدي. بتسيبهم وتخرج وبتكون في منتهى الحزن. في الوقت ده جعفر بيقول للبغبغان السلطان رافض يهجم على شير اباد، انا ما عنديش حل تاني غير ان الاقي شخص طيب يخش الكهف ويجيب لي المصباح. بيقول له تعالى بص، في حرامي في القصر والظاهر ان قلبه نضيف وطيب. بيقول له هو ده المطلوب، والشخص ده يا صديقي بيكون علاء الدين. بيروح لياسمين وبيقول لها انا جبت لك الشاي. بتقول له هو انت ازاي تخطيت حراسه القصر كلها وجيت لحد هنا؟ بيقول لها حاجه بسيطه. بتقول له انت مش طبيعي، انت ازاي موجود في القصر وكانه قصر الاجابه؟ بيقول لها مستعد اعمل اكتر من كده علشان ارجع لك صورك. بتقول له بجد؟ هو فين؟ بيقول لها في ايدك لابساه. بتبص على الصور وبتنبهر. بيقول لها معلش ده كان سوء تفاهم، القرد بتاعي هو اللي سرقه. بتقول له بس ده قرده. بيقول لها قردي مش ابني. في الوقت ده بتخش عليهم الخدامه بتقول له مين طلب شاي؟ فياسمين بتقول لها انا جلالتك، وبتشاور لها من ظهر علاء الدين بتقول لها انت الاميره وانا الخدامه بتاعتك. وفعلا الخدامه بتفهم وما بتصدق تعيش دور الاميره. بتقول لها انجزي يا بنتي علشان تغسلي لي رجلي. بتقول لها امرك مولاتي. في الوقت ده النمر بتاعها بيجي على علاء الدين بتقول له انت لازم تمشي دلوقتي. بيقول لها همشي بس هاخد دي منك علشان اشوفك تاني. هو بيسيبها ويمشي، ولكن واحد من رجاله جعفر بيوقفه. هو بيقول له تعالى معايا. بيروح معاه من سكات وبيقابل جعفر عند الكهف. بيقول له انتوا بتعملوا كل ده علشان الصور؟ على فكره انا ما سرقتهوش من الخدامه. بيقول له خدامه مين يابا؟ ازاي الخدامه هتلبس صور ملكي زي ده؟ بيقول له يعني انت قصدك اللي كنت معاها دي الاميره ياسمين؟ بيقول له بالظبط كده، وكانت بتعطف عليك زي اي واحد من الشعب. انا بفوقك لا تكون فاكرها معجبه بيك ولا حاجه، انا كنت زيك كده حرامي بسيط ولكن سرقت كنز رفعني لفوق وبقيت وزير السلطان. انا عندي استعداد اوصلك للقمه وتبقى اغنى شخص في المدينه، وساعتها الاميره هتعجب بيك وتقدر تتقدم لها للجواز، ولكن ده بمقابل خدمه منك ليا. بيقول له ايه هي الخدمه؟ بيقول له هتخش كهف فيه كنوز لا تعد ولا تحسب، من ضمن الكنوز دي هتلاقي فيه مصباح، هتجيب لي المصباح وما تاخدش اي حاجه تاني مهما كان تمنها. وفعلا بينزل في قلب الكهف اللي بيكون حاجه مش طبيعيه، ايش ذهب والماظ وحاجات كتيره صديقي ما نعرفش اسمائها. ابوه ما بيعرفش يسيطر على نفسه وبيكون خلاص هيسرق، فعلاء الدين بيفوقه ومره واحده بيزحلق في ماسه، ولكن البساط السحري ده بيسنده. بيقول له واو بساط سحري؟ انا فاكر قصتك مش حقيقيه. البساط بيشاور له انه يشيل الطوبه اللي عليه من الاف السنين. علاء الدين بيقول له خلصانه هشيلها لك يا عم، وفعلا بيشيل الحجر من عليه. البساط من كتر الفرحه بيفضل يطير يمين وشمال، هو بيرجع ياخد علاء بالحضن. بعدها بيفضل يدور على المصباح لحد ما بيلاقيه، بيشيله من مكانه وما بيحصلش اي حاجه. في الوقت ده ابوه الماسه دي بتزغلل عينيه وما بيقدرش يسيطر على نفسه، بياخدها ومره واحده الحارس بيقول لهم انتوا لمستوا كنز محرم، من النهارده مش هتطلع عليكم شمس تاني. هو بينزل عليهم بركان من كل اتجاه، بيفضلوا يجروا يمين وشمال. تفتكر انهم هيموتوا يا صديقي؟ لا والله، علاء الدين بينط من فوق واللي بينقذه في اللحظات الاخيره البساط السحري. صدق اللي قال هدم السبت تلاقي الحد، وان ما لقيتش الحد فباقي الاسبوع موجود يا صديقي. المهم بيطير بيهم ناحيه الباب وبيكونوا خلاص خارجين، ولكن مره واحده في حجر بياخد البساط وينزل لتحت. علاء الدين بيقول لجعفر اديني ايدك. بيقول له اديني انت المصباح الاول. بيقول له هخرج واديهولك. بيقول له المصباح الاول، وفعلا بيديله المصباح. بيقول له ايه رايك تاخد رجلي بدل ايدي؟ هو بيدوس على ايده بيرميه لتحت. في الوقت ده ابوه بينزل ضرب فيه فبيرميه هو كمان ورا علاء. علاء بيكون خلاص هيقع على الارض، ولكن البساط بينقذ نفسه وهو بيكون في الميعاد وبينقذ علاء، بينزلهم على الارض. وابوه بيفاجئ علاء الدين وهو بيديله المصباح، بيكون سرقه من جعفر، وجعفر بيدور على المصباح هو بيفتكر انه وقع منه في الكهف. وعلاء الدين بيقول ايه الورطه اللي زي الفل دي، هنخرج ازاي دلوقتي؟ البساط بيشاور له على المصباح فبيفرك المصباح وبيخرج له الوحش العنيف الاسد المخيف جيني ابو دم خفيف. بيقول مين سعيد الحظ اللي خرجني، انا لسه عند قسمي وهحقق لك الثلاث امنيات. فين الوحش اللي طلعني؟ والنبي عسليه يا صغنن فين ابوك ولا عمك؟ هات لي الراجل اللي طلعني. بيقول له انا اللي طلعتك. بيقول له يا جدع دي الشغلانه لمت عيالي يا عم، اسمح لي بقى اريح 5. بيقول له انت بتستأذني؟ بيقول له شوف الدنيا يا اخي دلوقتي انا عبد عندك. بيقول له بحجمك ده المفروض انا اللي عبد عندك. بيقول له ما بتتحسبش كده، انت ما سمعتش قصه الجن والثلاث امنيات والكلام ده خالص؟ بيقول له الحقيقه لا. بيقول له انا هحكي لك القصه وهوريك نبذه من
قدراتي. هو بيبدا يغني، هو بيعمل حبه جرافيك الحقيقه ملهمش حل يا صديقي. بيخلص رقص وبيقول له ايه رايك؟ بيقول له انت جامد جدي، بس انا ما فهمتش اي حاجه من اللي حصل ده كله. بيقول له انت بتهزر، الاغنيه كلها كانت عباره عن تعليمات. عموما كل اللي لازم تعرفه ان ليك عندي 3 امنيات، ولكن في حاجات معينه ما بقدرش احققها، زي اني احبب شخص في شخص تاني، او احيي الاموات، او اعرف المستقبل، واي حاجه تاني بقدر اعملها. بيقول له طيب اول امنيه عايزك تخرجنا من هنا. بيقول له يا سلام، اربط الاحزمه واستعد للخروج. لا يا جن يا حبيبي، هنقطع على بعض ولا ايه؟ الاحزمه دي بتاعت انا وبس. المهم بيلفوا لفه الزلموكه وبيخرجوا بره، وبيعمل له ادم لوكي ما حصلتش. بيقول له تسلم يا معلم، انت بقالك كتير محبوس في المصباح ده؟ بيقول له حوالي 1000 سنه. بيقول له طيب بالنسبه للامنيات هتمناهم كلهم هنا ولا ايه؟ بيقول له لا، تقدر تطلبهم في اي وقت مني، بس لازم يكون في ايدك المصباح. بيقول له هتمشي معايا كده في الشارع الناس هياخدوا بالهم. بيقول له لا يا عم، انا اقدر اكون طبيعي جدا حتى. بص بيقول له لا مش طبيعي قوي، لسه لونك ازرق. بيقول له ولا تزعل اهو يا عم. بيقول له شعرك ده. بيقول له لا ما تهزرش، دي حلقتي وانا بحبها، ده نص بنات الجن هيموتوا عليا عشان التسريحه دي بس. بيقول له خلاص يا عم انت هتعيط. بيقول له ماشي، هتتمنى ايه بقى؟ بيقول له والله ما عارف، انت لو مكاني هتتمنى ايه؟ بيقول له ياه، تصدق ان عمري ما حد سالني سؤال زي ده؟ طول عمري بخرج زي الجرسون. امر يا بيه، امرك يا باشا، امرك يا عمهم. انا بتمنى الحريه على اخويا، نفسي اكون حر. بيقول له دي حاجه صعبه يعني؟ ما تحرر نفسك يا عم. بيضحك هو بيقول له البساط شوف صاحبك، هل عايزني احرر نفسي؟ البساط كمان بيفضل يضحك عليه. بيقول له انا ما اقدرش احرر نفسي الا لو ملك المصباح هو اللي اتمنى انه يحررني. ومين هيلاقي المصباح وضيع امنيه من ال3 علشان يحررني؟ بيقول له انا يا عم هستخدم امنيتي الثالثه واحررك. بيقول له يا عم انت بتحلم، الانسان ما بيشبعش امنيات، لو متاح ليك 1000 امنيه هتخلصهم كلهم في يوم. بيقول له لا مش انا الشخص ده، انا حلمي بسيط جدا. بيقول له قفشتك، عرفت من نظرات عينيك مين هي البنت اللي خطفت قلب علاء الدين؟ بيقول له اميره. بيقول له يا سيدي يا سيدي اميره قلبك؟ بيقول له انا ما بهزرش، دي اميره بجد، ولكن ذكيه ودمها خفيف وجميله جدا، واكيد مش هتتجوز سنكوح زي يعني، هتتجوز سلطان ولا امير زيها. بقول لك ايه صح، ما تحولني امير. بيقول له يا سلام، ده احنا عنينا يا سيدي الناس. بيقول له خلي بالك دي تاني امنيه. بيقول له يا عم توكل على الله، ان شاء الله ما حد حوش، امسك المصباح واتمنى. وفعلا بيمسك المصباح، هو بيتمنى الامنيه التانيه. بيقول له يلا بينا، هو بياخده قريب من المدينه. بيقول له ها تحب تلبس ايه؟ بيقول له بص انا ما اعرفش اي حاجه عن حياه الامراء. بيقول له سيب لي نفسك خالص يا برنس، ايه رايك في اللبس ده؟ بيقول له تقيل جدا. بيقول له ما انا واخد بالي، انا لازم افكر شويه. لقيتها بيلبسه طقم ملوكي ما حصلش. بيقول له يخرب بيتي، ده انا جامد وماليش حل، انا حل في بقة بل. بيقول له عندك حق، الطقم حلو جدا، تفتكر ان في حد ممكن يعرفني؟ بيقول له مستحيل، ما هو ده سحر الجن بقى. بيقول له طيب هيكون اسمي ايه ومن اي قبيله؟ بيقول له الامير علي من قبيله ابابو. بيقول له دي مدينه حقيقيه ولا بتهتش؟ بيقول له امال ايه يا عم، واحنا هنهزر؟ بس احنا محتاجين حاجه كبيره تخش بيها. فبيحول ابو الحمار. بيقول له بس ده صغير جدا. فبيحوله الجمل. بيقول له عايزين حاجه اضخم شويه. فبيحوله الفيل. بيقول له ما تقلقش يا ابو، الموضوع مش هياخد وقت كتير وهرجعك تاني. وفعلا بيتحركوا على المدينه، هو بيدخلوا داخله مفيش امير اتقدم لياسمين دخلها. هو بيعملوا حفله قدام القصر، الناس بتفضل تحكي وتتحاكى بيها، والحاكم وياسمين وجعفر بيكونوا في منتهى الذهول. المهم بيخلصوا رقص وبيخشوا القصر. علاء الدين بيقول لجيني هم اتاخروا ليه؟ بيقول له اهدى بس هم جايين. وفعلا الحاكم وياسمين بيستقبلوه، وجعفر بيقول له هي فين مدينه ابابو دي؟ واحد بيقول له في الجنوب والتاني بيقول له في الشمال. علاء الدين بيصلح الموقف، هو بيقول له احنا عندنا فرعين، واحد في الجنوب والتاني في الشمال. جيني بيقول له اهدى الله يخرب بيتك، هي مدينه بنك مصر؟ جعفر بيقول له بس انا عمري ما سمعت عن المدينه دي. جيني بيقول له دي قريبه جدا من هنا، يبقى تعالى لنا زياره هناك. الحاكم بيقول له الظاهر ان كل يوم بتطلع مدينه جديده يا جعفر. وعلاء بيلطف الجو وبيضحك، بيخبط جيني على ظهره، بيقول له ما تلمسنيش. بيخبطه تاني، بيقول له بقول لك ما تلمسنيش. قول لهم احنا جايبين هدايا. بيقول لهم احنا جبنا هدايا كتير جدا. هو انت جبت هدايا بجد؟ بيقول له امال هنيجي ايدينا فاضيه؟ خش بالهدايا يا ابني. والهدايا بتخش عليهم. علاء بيقول لهم على اسامي الهدايا، اللي ما بيكونش عارف اساميها اصلا. بيشوف البتاعه دي متغطيه، بيقول لهم كله الا دي بقى، دي غاليه جدا. ياسمين بتقول للخدامه دي مجرد عجله. بيقول لها عجله مين؟ ده انا دافع فيها دم قلبي. بتقول له ليه كلفت نفسك؟ بيقول لها علشانك انت يا ابيض. بينصدموا. ياسمين بتقول له يعني انت قصدك انا للبيع؟ بيقول لها بالظبط كده. لا مش قصدي، ما تفهمينيش غلط. جيني بيقول له الحبسه في المصباح الصغير اهون من الوقفه في المواقف اللي انت بتخبطنا فيها دي. وياسمين بتسيبه وتمشي. السلطان بيقول له نورتنا يا ابني، احنا عندنا حفله النهارده
النهارده، يا ريت تنورونا فيها. بيديله تحيه بنات، هو بيقول له اكيد سموه. جيني بيقول له دي تحيه بنات، بص انا بقالي 10 سنين عايش، عمره ما حد احرجني كده، يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل فيه. وفعلا بالليل بيروحوا الحفله، هو بيلاقي ياسمين في وشه، بيقول له بص انت تروح للاميره وانا هشقط الخدامه بتاعتها، انا عبد وهي خدامه يعني هنظبط مع بعض. وفعلا بيكون رايح عليها، فبيخش عليها الامير خبره، بيرجع يقعد على حوض الميه، وجيني بيشوفه بيقول له انت ليه ما رحت لهاش؟ بيقول له ما هو في واحد سبقني. بيقول له مش مشكله استنى دورك. بيقول له دور مين؟ هي كل دور ميه يا عم. بيقول له احسبها زي ما تحسبها، روح اتكلم معاها يابا. بيقول له يا عم هروح اقول لها ايه؟ فبيتحكم فيه وبيزقه بالعافيه، بيقول لها انا اسف على اللي حصل، اكيد ما كانش قصدي اشتريكي يعني، انا كان قصدي بس ان الهدايا كتير بتقول له الرقص، وقت الرقص جه وبتسيبه وتمشي. جيني بيقول له روح ارقص معاها، وهو طبعا ما بيعرفش يرقص ملوكي، فجيني بيسحبه بالعافيه وبيبدا يتحكم فيه ويرقصه. الواد بيخش يرقص، ولا اجدعها رقاصه فيك يا بلد. بيرقص مع ياسمين، البت ما شاء الله هامر 92، ده تقريبا بنزين. المهم بيخلص معاها وبيرقص لوحده، الكل بينبهر بادائه الخرافي في الرقص بما فيهم الاميره ياسمين. بتسيبه وتمشي، فبيستغرب من مشيتها. بتنتهي الحفله، جيني بيقول له اتبسطت يا عم؟ بيقول له اكيد، بس اللي هيجنني انها سابت الحفله ومشيت. بقول لك ايه يا اسطى، ما تروح للخدامه تاخدها وتشربوا حاجه سوا. بيقول له الخدامه اما تعرف اني جني هترضى تتجوزني؟ بيقول له يا عم ده وضع مؤقت، اخدم اخوك بقى يا اخي. وفعلا بيروح يخبط عليهم، هو بيقول لها يا مساء الزبده. بتقول له انت ازاي تخطيت 48 حارس وجيت هنا؟ بيقول لها ده انا اخدت في النار علشان عيونك يا جميل، تقبلي مني الورد ده؟ بتاخد الورد منه وبتقول له ثانيه واحده، بتقفل الباب وبتكون في منتهى السعاده. بتخرج له تاني، بتقول له والمطلوب؟ بيقول لها ممكن نتمشى ونشرب حاجه سوا. بتقفل تاني، وياسمين بتقول لها روحي معاه. بتفتح له وبتقول له ما عنديش مانع. بتروح معاه، وعلاء بنط الياسمين من البلكونه، بتقول له خليك مكانك ما تتحركش، النمر هيقرطم ودانك. انت جيت من البلكونه ازاي؟ بيقول لها جيت بالبساط السحري. بتضحك، هو بتقول له انا دورت على الخريطه وما لقيتش اي وجود لمدينه ابابو. بيقول لها ازاي يعني؟ بص في الخريطه كويس، هي موجوده يعني. هو بيفضل ينده على جيني بصوت واطي، بيسمعه فبيظهر له على الخريطه وبيرسمها له. بيقول لها اهي. بتقول له ازاي؟ انا دورت عليها كويس، ازاي ما خدتش بالي منها؟ انت عارف انا بلف العالم كله بالخريطه دي. بيقول لها بس انت اميره تقدري تسافري اي مكان في العالم. بتقول له قصدك مسجونه، انا ما بقدرش اخرج من القصر. بيقول لها طب ما تيجي اخدك في جوله. بتقول له ازاي؟ بيقول لها هوريك ازاي. بيخبط في الطبق وبينزل يجيب اللي واقع، بيلاقي النمر في وشه. اتشاهد يا ابني قبل ما تموت. ولكن النمر بيلحس وشه، هو بيعامله بحب. ياسمين بتستغرب، هو بيقول لها ها هتيجي معايا؟ بتقول له فين وازاي هنخرج؟ بيقول لها بصي العالم ده محتاج مغامره زي دي بالظبط. هو بينط من البلكونه، بتتخض عليه، ولكن مره واحده بيطلع لها بالبساط. بيقول لها هتيجي؟ بتقول له هروح. بتروح معاه، هو بيلففها المدينه بالكامل. ياسمين بتفرح قوي، بعدها بياخدها عند الناس البسيطه وهم بيحتفلوا. بيتعامل معاها بطبيعته، فبتعرف انه علاء الدين. بتقول له بص القرد ابو موجود تحت اهو. بيقول لها مستحيل، لان ابو مين؟ بتقول له كنت حاسه انك انت علاء الدين. بيقول لها لا انا الامير علي. بتقول له ما تكدبش انت علاء الدين. بيقول لها لا يوم ما اتقابلنا اول مره وانت كنت متنكره وسط الشعب، انا كمان كنت متنكر وسط الشعب كشاب فقير، ولكن انا في الحقيقه الامير علي. بتقول له انت عارف من يوم ما عرفتك شفت المدينه في 5 ايام اكتر ما كنت شايفاها طول حياتي. بيقول لها عادي، بصي انا لازم ارجعك البيت حالا. بيرجعها البيت، هو بيقول لها اشوفك بكره. فالبساط اللي مش سالك بيزقوا عليها، بيقرب منها وبيعملوا حاجات احنا ملناش دعوه بيها. في الوقت ده بغبغان جعفر بيكون مراقبهم، وبيروح يحكي كل اللي شافه لجعفر. وعلاء بيحكي لصديقه جيني على اللي حصل، وياسمين بتحكي لصديقتها الخدامه اللي حصل، وانا بحكي لك انت يا صديقي. تاني يوم جعفر بيثبت علاء الدين، هو بيقول له فين المصباح يا علاء؟ بيقول له اي مصباح؟ ومين علاء ده؟ انا الامير علي. فبيكتفه في الكرسي، هو بيقول له فين المصباح يا علاء؟ بيقول له علاء مين؟ انا الامير علي. بيقول له اسمع، المصباح ده اللي هيحقق سلطتي، المصباح ده اللي هيخليني على العرش، والمصباح كان في الكهف زي البساط اللي معاك بالظبط. البساط ده كان موجود في الكهف. فين المصباح يا علاء؟ بتديله المصباح يا علاء، ولكن علاء بينشف دماغه فبيرميه في الميه. في الوقت ده ابوه بياخد المصباح والبساط وبيجري علشان ينقذ علاء الدين، ولكن علاء الدين بيقع في الميه، وطبعا البساط ما بيعرفش يعوم، فبيرموا له المصباح في الميه. علاء الدين بيحاول يوصل للمصباح، ولكن اول ما بيوصل له بيغمى عليه. في الوقت ده صبعه بيلمس المصباح، فجيني بيخرج منه. بيقول له ايه ده يا عم؟ حد صحي حد كده في الميه؟ ايه ده علاء؟ قوم اتكلم، انا مش هينفع اخرجك الا لما تطلب مني. هتصرف ازاي دلوقتي؟ لقيتها. فبيخرج عقد من المحكمه، هن علاء الدين طلب منه ينقذه، هو بيمسك ايده ويمضيه عليه، بيخفي العقد وبيخرج علاء الدين من
من الميه، بيحطه على السرير وبيفوقه. بيقول له شكرا يا جني. بيقول له الحقيقه انقاذك كان شغل الفريق بالكامل. بيشكرهم كلهم. بيقول له بس ده كلفك امنيه وانت مضيت عليها. بيقول له يا جدع انقاذك لحياتي بالدنيا واللي فيها، المهم احنا نوقف جعفر، ده انسان حقير ناوي على الشر للمدينه بالكامل. بيقول له مش بالسهل. السلطان بيثق في جعفر ثقه عمياء. وجعفر بيقول للسلطان الامير علي جه علشان يخطط للهجوم علينا وهرب بالليل من غير ما حد ياخد باله. ياسمين بتقول له انت شفته بعينك وهو بيخطط وبيهرب بالليل؟ بيقول لها بالظبط كده. وبعدين انت ايه مشكلتك؟ بتقول له مشكلتي ان الامير علي لسه موجود وهو قدامك بفحمه ولحمه. جعفر حاول يقتل الامير علي. بيقول له جعفر ايه اللي انت عملته ده؟ فجعفر بيولي عليه العصا وبيسحر له. بيقول له انت عارف ان ولائي كله ليك مولاي. بيقول له بالظبط. اسمع يا امير علي، انت جيت هنا من غير دعوه ولازم نعاقبك علشان سوء نواياك. ياسمين بتقول له ازاي الكلام ده؟ ولكن علاء بيجري على جعفر بياخد منه العصا وبيكسرها. السحر بيتفك من السلطان وبيقول له جعفر كان ساحر لك علشان تسمع كلامه. بيقول له جعفر انت كنت الوزير الوحيد اللي بثق فيه. حكيم احبس جعفر في الزنزانه. وفعلا حكيم بيحبسه في الزنزانه وبيسيبه ويمشي، ولكن البغبغان بتاعه بيدخله المفتاح في الزنزانه وبيهرب. السلطان بيقول لعلاء الدين انا قبلت جوازك من بنتي يا امير علي. بيفرح قوي وبيسيبه ويمشي. جيني بيقول له الف مبروك يا معلم، بس انا مستغرب انت ازاي اتخليت عن علاء الدين بالسهوله دي؟ بيقول له امال عايز نرجع علاء الدين كلب الشوارع؟ الناس بتتغير يا جيني، انا كنت فاكرك هتفرح لي لاني هتجوز الاميره ياسمين وهطلب امنيتي الاخيره علشان احررك. بيقول له لو حريتي هتيجي بالشكل ده فانا مش عايزها، انا بقالي 10,000 سنه عايش، كل اللي خرجوني من المصباح كنت بتعامل معاهم مصلحه، هيطلبوا 3 امنيات وخلصت معاهم، انما علاء الدين انا بعتبره صاحبي واخويا، الكفاءه والرجوله، انا ما حبيتش الامير علي، انا حبيت علاء الدين. وبيسيبه وبيخش المصباح. علاء الدين بيتضايق من نفسه، هو بيقرر يرجع لحياته تاني. في الوقت ده البغبغان بيشوف اللي حصل وبيروح يبلغ جعفر. جعفر بيمشي ورا علاء الدين، هو بيسرق منه المصباح من غير ما يحس، بيفرك المصباح وجيني اول ما بيخرج له بينصدم. هو جعفر بيكون في منتهى السعاده، بيرجع تاني القصر. السلطان بيقول له هروبك مش هيفيدك، انت امرك انتهى يا جعفر. بيقول له انتهى مين؟ انا لسه هبدأ حالا. بيفرك المصباح وجيني بيخرج له. الكل بينصدم لما بيكتشفوا ان الشخص اللي كان مع الامير علي في الاصل جني اسطوري، والخدامه اللي حبته بجد بتكون في منتهى الحزن. جعفر بيقول له جني اول امنياتي اكون سلطان المدينه. هو فعلا جني بينفذ امنيته، هو بيخليه سلطان المدينه، هو بيرجع المصباح تاني. في الوقت ده علاء الدين بيدور على المصباح مش بيلاقيه، فبيعرف ان جعفر هو اللي سرقه منه. وجعفر بيقول لحكيم انا السلطان دلوقتي، اقبض على السلطان السابق واللي معاه. وفعلا بيقبض عليهم، ولكن ياسمين بتقول له حكيم انت عارف ان اللي بيحصل ده ظلم وان السلطه مش من حق جعفر، ما تنساش وقفه ابويا معاه، ابوك كان مزارع بسيط وانت كنت جندي صغير، بابا حط ثقته فيك واداك منصب قائد الجيش، ما تعضش الايد اللي اتمدت لك. حاكم بيتاثر وبيقول لرجالته اقبضوا على جعفر، ولكن جعفر بيقول لهم على فين وبيفرك المصباح. بيقول له جيني امنيتي التانية اكون اقوى ساحر في الوجود. بيقول له امرك، وفعلا بيخليه اقوى ساحر في الوجود. جعفر بيروح يتكلم معاهم وعلاء بيكون وصل القصر. جيني بيشاور له على المصباح فبيروح جري علشان ياخده، ولكن البغبغان بيقول لجعفر، فجعفر بيثبته مكانه، بيجيبه قدامه وبيقول له السلطان وياسمين ده علاء الدين شخص نصاب وحرامي ولعبي. ياسمين بتنصدم لان علاء الدين شخصيته الحقيقيه مش متنكر فيها. بيقول لهم انا اسف، وجعفر بيقول له انا هنفيه، هموتك ابشع موته ممكن تموتها. وفعلا بيخفيه، وياسمين وجن ما بيقدروش يساعدوه، وتقريبا بيرميه في روسيا. انا بهتش يا صديقي، معرفش رماه فين، المهم بيرميه وسط التلج. وجعفر بيقول للسلطان وياسمين والخدامه انا اقدر اقتلكم حالا، ولكن انا هتجوز بنتك وهخليك تشوفني بعينيك وانا بحكم مدينتك، وهفضل اعذب فيك بالشكل ده. الخدامه بتجري عليه فبيثبتها هي كمان. ياسمين بتقول له خلاص سيبهم وانا موافقه ان اتجوزها، سيبهم حالا. وفعلا بيسيبهم، والبساط بيخبط على كتف جيني هو بيقول له بعتني لعلاء الدين. وعلاء بيقوم وبيفضل يدور على ابوه، بيلاقيه متعلق في الخرم ده فبينزل ينقذه وبياخده في حضنه. ولكن مره واحده الجبل بيقع عليهم، ما بيحصل لهمش اي حاجه، ظاهر ان الهند كرفت عليهم. المهم علاء الدين ما بيكونش عارف يعمل حاجه، هو بيسلم للامر الواقع. ولكن مره واحده البساط بيكون وصل والامل بيرجع لعلاء الدين تاني. هو جعفر بيجيب القسيس وبتبدا مراسم الجواز. بيقول لي ياسمين موافقه تتجوزي جعفر، وياسمين بتكون مركزه على المصباح ما بتردش عليه. جعفر بيقرب منها وهو بيقول لها وافقي، فبتخطف منه المصباح وبتنط من فوق السطح. علاء الدين بياخدها على البساط وبيفضل يجري بيها، ولكن جعفر بيبعت وراهم البغبغان وبيحولوا البغبغان عملاق.
بيفضل يجري وراهم، هو بيوقع منهم المصباح. ابو بينزل يجيبه وعلاء بينزل لهم، ولكن البغبغان بيحصلهم، هو بياخد منهم المصباح. في الوقت ده السلطان بيجري على جعفر وبيضربه، فالبغبغان السحر بيتفك منه، بيرجع لحجمه الطبيعي. المصباح بيكون تقيل عليه وابو بيخطف منه المصباح. السلطان بيقول لجعفر انت مالكش اي قيمه، علاء الدين هيخلص عليك. جعفر بيتضايق فبيجيب العصا بتاعته وبيعمل دوامه هوا بتشد البساط، والبساط بيفضل يعافر لحد ما بيتقطع ويموت، والدوامه بترميهم قدام جعفر. بيقول للحاكم ايه رايك كده كويس؟ هو بيعلقوا في الهوا هو وياسمين والخدامه قدام علاء الدين وجيني. بيقول لعلاء الدين ايه رايك؟ انا السلطان، انا الاقوى ومعايا المصباح. بيقول له كل ده مش كفايه يا جعفر، كل اللي انت فيه ده مش قوه. فبيجيبه قدامه، هو بيقول له انا اقدر ادمرك وادمر المدينه بالكامل حالا. بيقول له برضه مش كفايه، كل اللي انت فيه ده بفضل جني. بيقول له ما هو جني ده عبدي. بيقول له ما هو انا لو خدت المصباح هيبقى عبدي انا كمان، ساعتها هامره يدمرك وهيدمرك بكل سهوله لانه هو اقوى كائن في الوجود. جعفر بيتضايق وبيقول له جيني هم نيتي الاخيره تخليني اقوى كائن في الوجود واقوى منك انت شخصيا. جيني بيفهم لعبه علاء الدين، هو بيقول له امره يعني انت عايز تبقى اقوى مني انا شخصيا؟ بيقول له بالظبط كده، وفعلا بيحولوا الجني اقوى منه بكتير. بيقول له ها يا علاء انا حاليا اقوى كائن في العالم. هو مره واحده بيلاقي ايده اتكلبشت واتصنع له مصباح سحري. بيقول له جيني انت عملت فيا ايه؟ بيقول له حولتك جيني بمصباح هتبقى عبد، واللي يخرجك ليه 3 امنيات. البغبغان بيقول له اسيبك انا دلوقتي يا جعفر. بيقول له على فين؟ انت هتخش معايا المصباح. هو بيخشوا هما الاثنين المصباح، هو بينتهي سحر وشر جعفر للابد. جيني بياخد المصباح، هو بيقول له يلا يا حبيبي على الكهف لما نشوف مين هيخرجك منه. ابو بياخد البساط لجيني، بيقول له ما تقلقش هرجعه لك زي ما كان، وفعلا بيرجعه زي ما كان. وابو بياخد البساط بالحضن، وعلاء الدين بيطمن على السلطان وهو بيكون ماشي. السلطان بيقول له استنى يا ابني انا مش عارف اشكرك ازاي. بيقول له لا انتوا تستحقوا كل خير، وانا اسف لاني كدبت عليكم، وخصوصا انت يا ياسمين تستحقي افضل انسان في الوجود. هو بيروح لجيني بيقول له ها ايه هي امنيتك الاخيره؟ عايزني احولك محارب ولا عايزني اغير قانون ان الاميره ما ينفعش تتجوز غير الامير؟ بيقول له هو انت تقدر تغير القانون؟ بيقول له اكيد يا عم اطلب مني وهغيره حالا. بيقول له طيب استعد لامنيتي الاخيره. امنيتي الاخيره انك تحرر نفسك. جيني بينصدم والكلبشات بتبدا تتفك من ايده، هو المصباح بيختفي. بيقول له علاء الدين ده بجد؟ انا مش مصدق. طيب اطلب مني طلب. بيقول له روح هات لي ميه. بيقول له هاتها بنفسك. بيفرح قوي وبياخد علاء الدين بالحضن. بيقول له انا مش عارف اشكرك ازاي. بيقول له انا لازم اشكرك على اللي انت عملته معايا. والسلطان وياسمين بيشوفوا قد ايه بيضحي علاء الدين. بيقول له ها ناوي تعمل ايه في حياتك الجديده؟ بيقول له هتجوز الخدامه دي ويا ريت تقبل الجواز مني. عايزين يا بنت نخلف ولد وبنت. بتقول له ونعيش في مركب وسط البحر. بيقول لها والمركب ما تكونش كبيره قوي. بتقول له والولد والبنت يكونوا شبهي وشبهها. بيقول لها بالظبط كده. في الوقت ده السلطان بيقول لي ياسمين الواد علاء ده شاب كويس جدا، خد يا بنتي ده خاتم السلطه، من النهارده انت السلطانه وغيري القانون وجوزي علاء الدين. بتفرح قوي وبتاخده بالحضن، وعلاء الدين بيكون مشي بتروح جري وراه. بتقول له استنى يا جدع انت السلطانه بتكلمك. بيقول لها امري الظاهر اني في ورطه. بتقول له بالظبط كده انت مطلوب القبض عليك لانك سرقت قلبي، ونعم السرقه على اخويا. وبيعملوا نفس الحاجات اللي ملناش دعوه بيها. المهم كل واحد فيهم بيتجوز اللي بيحبها وبيعيشوا في تبات ونبات وبيخلفوا سخلان وسخلات. وهنا بينتهي الفيلم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس ده لو حابب تنضم لينا. وبقى اكتب لي في كومنت يا صديقي وقول لي لو لقيت المصباح يا ترى هتكون ايه امنياتك. هشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.